زمان لما كنت اسمع ان في حد قال عني كلام مش فيا، كنت ازعل قوي واكتئب وابقى عايزه اقول للي سمع الحقيقه وان ده ما حصلش. لحد في مره كنت بسمع بودكاست اسمه فنجان بيتكلم عن الموضوع ده وبيقول الناس مستحيل تبطل تتكلم عنك. ده سيدنا موسى لما راح لربنا عز وجل وقال له يا رب كف ألسن الناس عني، فربنا عز وجل قال له يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي. وقتها بس اقتنعت ان مضيعه وقتي في اثبات حاجات للناس مش المفروض ان انا اثبتها، واننا مش هنقدر نسكت الكذاب ولا نمنع حقد الناس علينا ولا نقدر نطفي حرقة المغلول ولا نخلي القلوب السودة تنضف ولا نمنع حد انه يكرهنا وينشر كلام وحش عنا بين الناس. المريض هيقول اللي هو عايزه، والحاقد اللي شبهه هيطبل له، واللي بيكرهني هيقول له برافو، والاصيل هيرد غيبتي، والعاقل هيقول له ما يلزمنيش اسمع من الاساس، واللي يعرفني كويس مش هيصدق حرف من كلامه. خليك انسان كويس لنفسك بس ما تثبتش حاجه لحد. زمان لما كنت اسمع ان في حد قال عني كلام مش فيا، كنت ازعل قوي واكتئب وابقى عايزه اقول للي سمع الحقيقه وان ده ما حصلش. لحد في مره كنت بسمع بودكاست اسمه فنجان بيتكلم عن الموضوع ده وبيقول الناس مستحيل تبطل تتكلم عنك. ده سيدنا موسى لما راح لربنا عز وجل وقال له يا رب كف ألسن الناس عني، فربنا عز وجل قال له يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي. وقتها بس اقتنعت ان مضيعه وقتي في اثبات حاجات للناس مش المفروض ان انا اثبتها، واننا مش هنقدر نسكت الكذاب ولا نمنع حقد الناس علينا ولا نقدر نطفي حرقة المغلول ولا نخلي القلوب السودة تنضف ولا نمنع حد انه يكرهنا وينشر كلام وحش عنا بين الناس. المريض هيقول اللي هو عايزه، والحاقد اللي شبهه هيطبل له، واللي بيكرهني هيقول له برافو، والاصيل هيرد غيبتي، والعاقل هيقول له ما يلزمنيش